السلام عليكم كامل المتابعين والمتابعات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. القضيه تاع اليوم راح تدينا لفرنسا، بالضبط الفيلاج تاع لو بون دو بوفوازان. هنا كانت تعيش البطله تاع هذه القصه تاع نهار اليوم اللي هي مايليس. هاد لا كومون تاع لو بون دو بوفوازان معروفه بانها منطقه بارده، ما فيهاش بزاف السكان، الناس اللي عايشين تما يعرفوا بعضهم. وتاني نسبة الجريمة فيها كانت نقدر نقولوا عليها منعدمة، صغار وين سمعي صارت جريمة. مايليس كانت تعيش مع الأب ديالها اللي اسمه جواكين، والأم جينيفر كانت تخدم ممرضة في المستشفى. أختها الكبيرة بولين عندها 13 سنة، ومايليس كانوا عندها 8 سنوات. أحداث القضية بدأت يوم السبت 26 أوت 2017، لما العائلة تاع جواكين راحوا لعرس عائلي تم عرضهم. بعد ما راحوا للعرس في الكنيسة فات كلش تخبيا، راحوا لقاعة الحفلات تعشاو تما، كان كل حاجة جازت بيا. مايليس كانت كما كامل البنات اللي تما في العرس ولا الأولاد يلعبوا في الساحة مع بعضهم، يستمتعوا يرقصوا ما إلى غير ذلك. واحد اللحظة كانت الأم جينيفر مريحة، جات ليها بنتها قالت لها ماما شوفي هذا يعني ولا عندي صديق في العرس. قالت لها شكون؟ ورات لها كان شخص تما واقف. هنا قالت لها مايليس صديقي عنده تليفون هذاك اللي راكي تشوفيه فيه يوري لي الكلاب، شغل هذاك الشخص يخدم مدرب كلاب ولا عنده كاكسبيريونس مع الكلاب بيتو، وتعرف الولاد صغار اي حاجه توريها لهم تبان لهم جديده، ما عندهمش بزاف خبره في الحياه. الام هنا جينيفر قالت للشخص المتعلي، قالت له ميرسي لانك مهتم بالطفله ايتو. هذا ما كان مادات ما جابت مع هذا الجست اللي صار. ابري هنايا بعد منتصف الليل وما كانوا مازالهم في العرس، الام جينيفر لاحظت انه بنتها عندها نص عام ما تشوف فيها تلعب برا كما كانت مع الاولاد، بداو الناس يروحوا ايتو. ناضت تحوس عليها، عيطت للاب جواكين لخدها، ناضوا كامل تما الناس اللي في العرس يحوسوا عليها في التواليت في الكوزينه في الساحه، ما لقاوهاش، ما لقاو لها حتى اثر، ولاو يعيطوا للبوليس. الشرطة بعد ما جات مباشرة بداو يسقسوا في المعازيم اللي تما، بداو يفيريفيو الكاميرا يحوسوا عليها، ما بانتش، ما لقاو ليها حتى اثر. ولاو جابوا الكلاب البوليسية اللي يتبعوا من الرائحة تاع الانسان، يعني الكلاب تشموا الريحة تاع مايليس، عطاو لها غرض من الاغراض تاعها، شموا الريحة تاعها. ابري راحوا يحوسوا عليها، مشاو لحقوا حتى الباب الخارجي. الكلاب كي لحقوا الباب الخارجي تاع القاعة ما قدروش يتبعوا الاثر تاع مايليس لانه اختفت الرائحة. هذا انما يدل على شيء، فهو يدل انه مايليس كملت طريقها بالسيارة. طفلة صغيرة 8 تكمل طريقها في السيارة بلا ما تعلم أهلها، ما كان حتى واحد يديها، يعني اختطفت. هنا بدا القلق يعتري القلوب تاع الحاضرين وسرتو الأم والأب. بعد ما كملوا الشرطة تحقيقات مع المعازيم، انتقى واحد شخص تما اللي عنده 60 سنة، شخص كبير، كان خل العروسة، قال انه شاف شاب يتعامل مع هذيك البنت مايليس. لاحظوا هو اصلا هذاك الشاب من اللي شافوه ما جاش على القوستوك، شغل انسان بانه بلي غير محترم، جاي العرس اولا بدون عزيمه ما يعرفوش، وثاني اللباس تاعو ما كانش لباس محترم او مناسب للمناسبه تاع العرس، تيشيرت ازرق مع شورت، شغل لبسه غير محترمه. كان يعني ما استفزوا هذاك الخال، استفزوا هذاك الشخص، ولاحظ انه كان يتعامل مع هذيك الطفله صغيره، سورتو مايليس يتعامل معها بزاف. وتخيلوا شنو هذاك الشخص اللي هضر عليه هذا الخال هو نفسه اللي سلمت عليه الام جينيفر بعد ما قالت لها بنتها بلي هذا راهو صديقي الجديد. اظن ان الاحداث بدات تتوضح لنا. مباشره الشرطه راحوا يجروا للكاميرا والفيديو تاع العرس باش يحوسوا على هذاك الشخص اللي وصفوا الخال تاع العروسه. جينيفر وهذاك الخال تعرفوا عليه من خلال الفيديوهات وعرفوه. بعد ما وراوه للشرطة راح درت التحرية تاعها ولقاتو. هذاك الشخص هو نوردان لوروندي،